السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الامتحانات قربت وأكيد كلنا دلوقتي شايلين هم الكام يوم الجايين، وطبعا الناس في الوقت ده بيبقوا مقسمين لقسمين: قسم ذاكر من أول السنة وبالنسبة له اللحظة دي لحظة عادية جدا لأنه كان مستعد لها من قبل كده، وقسم تاني ما فتحش الكتاب طول السنة وجاي دلوقتي عايز يفتح الكتاب عشان يستعد للامتحان اللي جاي. خلينا في القسم التاني دوت اللي هو ما فتحش الكتاب طول السنة وجاي دلوقتي عايز يلم المنهج علشان يخش يمتحن. النوعية دي من الناس تقريبا كل سنة بيتحطوا في نفس الموقف ده، يبدأوا بقى يقولوا لو الكام يوم دول بس يعدوا على خير وإن شاء الله من السنة الجاية هنبدأ نذاكر أول بأول عشان ما نتحطش في الموقف ده تاني. ولكن للأسف لما السنة الجديدة بتيجي بيحصل نفس الكلام وبيأجلوا المذاكرة لحد ليلة الامتحان. مفيش وقت للعتاب طبعا، اللي حصل حصل سواء ذاكرت أو ما ذاكرتش، المهم الكام يوم الجايين. المشكلة بقى اللي بيقع فيها بعض الناس إن بيجي في الوقت دوت ويبدأ يجي في دماغه بعض أسئلة بقى من نوعية هل لو ذاكرت دلوقتي هلحق؟ طب هل لو انا ذاكرت دلوقتي هتقارن باللي ذاكر من اول السنه هعرف اجيب درجات عاليه؟ طيب تعال نحل الموضوع واحده واحده ونشوف الخلاصه في الموضوع ده ايه. مبدئيا انت في الوقت ده ما قدامكش فرصه غير انك تذاكر. اصلك انت لو عملت ايه بالذي لو رحت هنا او جيت هنا مفيش حاجه هتطلعك من الموقف ده غير المذاكره، فانت كده كده مضطر انك تذاكر. ولكن المشكله انك بتتهرب اصلا من المذاكره، يا تفتح التليفون وتقعد على تيك توك او فيسبوك او اي حاجه وتقعد تضيع وقت علشان خاطر تهرب من المذاكره، يا اما تقعد تاجل وتسوف بكره لا بعده لا بعده، في الاخر لا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه. بص يا صديقي، انت دلوقتي اتحطيت في الامر الواقع، انت ما قدامكش اي حل غير انك تذاكر. طيب ما انا هبدا اذاكر بس هلحق اخلص المنهج؟ مش مهم تخلص المنهج، ما لا يدرك كله لا يترك كله. حاول تذاكر على الأقل 50% 60% من المنهج، بس المهم ما تخشش الامتحان وانت مش مذاكر حاجة خالص. أصلك انت هتستفاد ايه لما تخش الامتحان وانت مش مذاكر؟ هتستفاد ايه لما عمال تماطل وتسوف لحد يوم الامتحان؟ ما كفاية التسويف اللي فات ده. انت دلوقتي قدامك فرصة تقدر انك انت تستغلها، تقدر انك انت تلم بيها كل اللي فاتك. انت لو قدامك شهر، لو قدامك اسبوع، لو قدامك يوم واحد، اعمل اللي عليك وابدأ ذاكر. مالكش دعوة بالنتيجة دي، احسن الظن بربنا سبحانه وتعالى وتوكل عليه وابدأ انك تذاكر. خلصت ما خلصتش مش مشكلة، المهم انك انت ابتديت تعمل اللي عليك. مصلك انت لو ما ذاكرتش خالص هتسقط، لكن انت ممكن تذاكر شوية وتلحق نفسك وتنجح على الأقل. بلاش تضيع الكام يوم الباقيين وتأجل أكتر من كده. ابدأ من دلوقتي، من اللحظة دي، من الدقيقة دي، خد قرار مع نفسك وابدأ اعمل خطة وحاول تعمل كل اللي تقدر عليه وملكش دعوة بالنتيجة. زي ما قلت لك احسن الظن بربنا سبحانه وتعالى وتوكل عليه وبس كده. ايوه طيب وانا هتساوى باللي بدأ من اول السنة؟ مالكش دعوة باللي بدأ من اول السنة، كل واحد ليه ظروف وكل واحد ليه حياة، كل واحد مر بأيام وظروف غير التاني. انت ليك حياتك وليك ظروفك عيشها زي ما انت، غيرك ليه حياة تانية وظروف تانية خالص عايش فيها. انت بص لنفسك وبس، ما تبصش لحد تاني. قارن نفسك النهاردة بنفسك امبارح، هل بقيت احسن ولا بقيت اسوأ؟ مالكش دعوه باللي بدأ من اول السنه، اللي بدأ من اول السنه ده يعني راجل يشكر. بس انت دلوقتي ما قدامكش فرصه غير انك تبدأ وتدرك ما تبقى. حط في دماغك فكره معينه، انت لو راجل بالمذاكره اللي انت ذاكرتها ديت هتجيب بالكتير او 60%، اقنع نفسك انك لو قعدت ذاكرت النهارده ممكن يزيدوا يبقوا 62%، لو ذاكرت كمان بكرة ممكن يزيدوا يبقوا 65%. كل يوم بتذاكر فيه اقنع نفسك انك انت بتعلي التقدير بتاعك. حط قدامك تارجت وهدف معين انك عايز توصل لتقدير معين. كل يوم بتذاكر قول لنفسك انا خلاص قربت على التقدير اللي انا عايزه. ما تضيعش الفرصة اللي باقية واستغل الكام يوم الجايين، سواء كنت في ثانوية عامة او كنت في جامعة. الكام يوم الجايين دولت هيفرقوا في حياتك. لو انت راجل في ثانوية عامة هيفرقوا جدا في مجموعك. زي ما قلت لك من شوية انت ممكن تكون بمذاكرتك هتجيب 60%، لو ذاكرت كمان شوية وشديت حيلك في الكام يوم الجايين هترفعهم شوية يبقوا 80 ولا حاجة. لكن ما ترميش الامور كده خالص. لو انت ثانويه عامه وعايز تاجل، شيل من دماغك فكره التاجيل دي خالص. ما تاجلش غير في حاله واحده بس، لو بكره الامتحان وانت ما ذاكرتش اي حاجه. اصل خلاص بكره الامتحان انت ما فيش فرصه تاني انك تعمل حاجه. لكن انت دلوقتي في فرصه، وفرصه كويسه جدا وفرصه كبيره جدا انك تستغلها وتعوض حاجات كتير فاتت. في ناس بمذاكره الشهرين الاخر دول جابوا مجاميع عاليه وسبقوا ناس كتير قوي. انت ممكن حرفيا تصنع معجزه في الكام يوم الباقيين دول. انت خليك راجل وخد قرار مع نفسك وابدا من دلوقتي. اصلك انت دلوقتي عايش عمال تلوم الدنيا كلها وتروح تشتكي لفلان وتشتكي لعلان وتقعد مع كل واحد شويه. لو قعدت مع اي حد ايا كان هو مين مش هيقولك غير حاجه واحده بس: قوم ذاكر. ايا كان بقى الاسلوب اللي هيقولك بيه الكلمه دي، بس في الاول وفي الاخر الكلمه واحده: قوم ذاكر. فانت ما قدامكش حل غير انك تذاكر. ربنا كبير قوي، احسن الظن فيه وذاكر واعمل اللي عليك وبس كده. اما لو انت في كليه فانت برضو تقدر انك تلم كل اللي عليك. خلاص يا جدعان، سيبك من اللي فات وخليك في النهارده. ابدا من النهارده وما تفكرش في اي حاجه فاتت، ركز بس على الكام يوم الجايين وركز على انك تستغلهم صح
وما تعطلش نفسك اكتر من كده. هقولك على حاجة حلوة انت ممكن تعملها، انا عايزك تقعد مع نفسك وتكلم نفسك وتقول بعد الامتحان انا هقول لنفسي ايه، هقول لنفسي يا ريتني كنت عملت ايه. هل بعد الامتحان هكون مبسوط ان انا ضيعت الايام اللي فاضلة دي؟ لا بالعكس، ده انا هكون ندمان عليها. فعلشان كده يا صديقي سيبك من اللي فات وركز في الكام يوم الجايين، وابدأ من دلوقتي حتى لو ما ذاكرتش ولا كلمة، بس ابدأ من دلوقتي توكل على الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك. بس كده لحد هنا يكون انتهى الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.